كنهضروا على الاسباب اللي خلات الراسماليه تنتصر على الشيوعيه، كيجيو لبالنا بزاف ديال الاسباب. مثلا على المستوى السياسي، نظام الحزب الواحد في الانظمه الشيوعيه ما كيخليش الافكار السياسيه المختلفه ولا التيارات السياسيه المختلفه داخل المجتمع انها تعبر على راسها، بعكس الانظمه الراسماليه اللي كتشجع على التعدديه الحزبيه. وبالتالي كيكون عندنا واحد المجتمع حي اللي على الاقل المجتمع كيقدر يعبر على الافكار ديالو، ولا كتكون عندنا تيارات مختلفه داخل واحد البرلمان مثلا. وكيجي لبالنا كذلك اقتصاد السوق في النظام الرأسمالي اللي كيشجع على الانتاجيه، على التنافسيه، وبالتالي على الابداع. وملي كنقولوا الابداع، حتى الابداع على مستوى الافكار اللي كيقدر يؤدي للتطور التكنولوجي. في المقابل في الانظمه الشيوعيه كنلقاو باللي ما كايناش هذه القدره هذه، حيت كتكون ليكونومي بلانيفي، وبالتالي كتكون قيود على السوق. وبالتالي حتى الناس اللي غادي يشاركوا في هذاك السوق كتكون عليهم واحد القيود اللي ما كتخليهمش انهم يبدعوا. وكيكون عندنا واحد الوضع ريجيد اللي ما كيتادابطاش مع التطور ديال السوق. وبالتالي الا كان داك التخطيط اللي مديور ما مشاش السوق معاه كيقدر يوقع مشكل، بعكس اقتصاد السوق ديال الانظمه الراسماليه اللي كيتادابطا مع لوفر لا دوموند، وبالتالي كيقدر يستوعب الصدمات ديال السوق ولا التغيرات اللي كيقدر يعرفها. وانا كاينين اسباب اخرى كثيره. انا علاش بغيت ندير هذا الفيديو اليوم؟ باش نهضر على واحد السبب اللي اهم من هاد الاسباب كاملين اللي ذكرت، ولا حتى الاسباب اللي ما ذكرتش، واللي هو اللي يقدر يستافد منه الانسان، واللي خلى الراسماليه انها تنتصر انتصار جامح عبر العالم على الشيوعيه. وهذا السبب هو لا كاباسيتي دو ريجينيراسيون، القدره اللي عند الراسماليه باش انها من بعد واحد الازمه ما كتوقفش، كتعاود تخرج، وكتخرج افضل من ما كانت، ولا كتخرج كيف كتعلم من ديك الازمه، وكتخرج كيف ما كانت ولا احسن من كيف ما كانت قبل. الانظمه الراسماليه عرفت عده ازمات عبر التاريخ. الانظمه الشيوعيه مني كتعرف ازمات ما عندهاش هذيك لا كاباسيتي دو ريجينيراسيون، ما كتقدرش تعلم من الازمه وتستمر. داكشي علاش الاتحاد السوفيتي مني وقع الازمه بقى شاد شاد شاد، مني وقعت الازمه ما كانش عنده ديك لا كاباسيتي دو ريجينيراسيون، رغم انهم حاولوا يديروا اصلاحات من المنظور الشيوعي، داكشي ما صدقش. وهذه هي القوه الحقيقيه ديال النظام الراسمالي، حيت النظام الراسمالي كيف ما فكروا فيه المنظرين ادم سميث شومبيتر واخرين، ماشي هو النظام الراسمالي اللي كنعيشوا فيه حنا اليوم. راه تبدل بزاف حيت وقعوا ازمات، والنظام الراسمالي تعلم منه وتادابطا. وحاجه اخرى اللي مرتبطه بهذا كاباسيتي دو ريجينيراسيون اللي يقدر الانسان يستافد منها كذلك في الحياه ديالو، ان الراسماليه كانت عندها القدره ديال الانصات للانتقادات اللي كانت كدير لها الشيوعيه، في حين ان الشيوعيه كانت مبازيه ولا مبنيه بانيه راسها على الانتقاد ديال الراسماليه. ملي كتشوف داس كابيتال ديال كارل ماركس راه كله انتقاد ديال الراسماليه، وبالتالي الراسماليه كتسمع الانتقادات اللي كدير لها الشيوعيه وكتستافد منهم. وهذا الشيء اللي خلى مثلا نعطيكم مثال بسيط، الشيوعيه كتقول للراسماليه انت كتستغلي الشغيله، ما كتمصي لهم دمهم، ما كتعطيهمش حقوق. اش دارت الراسماليه؟ قلت لهم واخا مرحبا، حنا نديروا حقوق، نعطيوهم السميك لو سالير مينيمال، نعطيوهم لي كونجي على حسب طبيعه الحال. هادشي كان نتيجه للصراعات السياسيه، وبالتالي ديما الراسماليه كانت كتسمع الانتقادات اللي كدير لها الشيوعيه واستفدت منهم وكابيتاليزات عليهم، وقدرت تستوعب الشيوعيه بحيث انه الشيوعيين قالوا لهم مرحبا، نتوما في اطار التعدديه الحزبيه نتوما ديروا حزب ديالكم وجيو خدموا في هذا النظام الراسمالي. وداكشي علاش الشيوعيين دابا باقين وما لعبوا دور كبير في التطور ديال الشيوعيين، لعبوا دور كبير في التطور ديال الراسماليه، حيت بداك الانتقاد ديالهم للراسماليه لذاك الجشع ديالها خلاوها انها تونكادرا بلا لوا، يبداو يداروا قوانين باش داك الجشع اللي كيتهموا به الراسماليه يتونكادرا واحد شويه، ويولي كيحترم الانسان كثر.
وحتى دوك الازمات غيخليو انه يبانوا دي كورون اللي بون اقتصاد غادي يكون حر ولكن ماشي حر 100%. الدوله تقدر تدخل في شي حوايج، تقدر تكونترولي دي زانديكاتور. هادشي راه جاي من الانتقادات اللي كانت كدير الشيوعيه. واخا راه الكابيتاليزم ما كيعترفش بالاخلاق، دونك الكابيتاليزم غيسمع لهم اش غادي يدير، غنديفلوبي واحد التيار اللي هو كيقولوا ليه الكابيتاليزم كومباسيونيل، اللي غنبداو ناخذوا فيه الاخلاقيات حتى هي بعين الاعتبار. وهاد لا كاباسيتي دو ريجينيراسيون وهاد القدره الانصات الانتقادات وتاخذ منهم داكشي اللي مسلكك وانك تطور من راسك، هي اللي خلات ان الراسماليه تبقى، والشيوعيه اللي سد على راسها وشغله راسها بالانتقاد ديال الراسماليه انها ما تبقاش. وهذا الشيء هو اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو، حيت هذا الشيء يقدر يفيد الانسان حتى على المستوى الشخصي. حيت في الحياه كيكون عندنا ازمات، الانسان خصو يعرف كيفاش يكابيتاليزي منهم واحد ليكسبيريونس، واحد التجربه كتاخذ منهم واحد التجربه، كيولي عندك واحد ليستوريك، داك ليستوريك كتستافد منه باش من بعد كتولي حسن. ولا ما ملي كتجي بحال هذيك الازمه كتعرف كيفاش تخرج منها، ولا جات ازمه مختلفه عاوتاني كتعلم وكتبقى غادي وتسمع الانتقادات ماشي ترفضها، وتستوعبها وتستافد منها باش انت تطور من راسك، ماشي تكون عاطيها غير الانتقاد ولا باني راسك على الانتقاد وما كتسمعش انت الانتقادات اللي كيجيوك. الا ما بغيتيش يوقع لك بحال النظام الشيوعي وتوقع في ازمه وما تعرفش كيفاش تحلها.